بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. علي معلول قطع قلوب الأهلاوية امبارح في بيان رسمي أعلن رحيله بعد 9 سنين تقريبا من انضمامه للنادي الأهلي. علي معلول يا جماعة لعيب أسطورة، لا عمره عمل مشكلة، لا عمره افتعل مشكلة، ولا عمره قصر لا في تدريب ولا في ماتش ولا علي معلول كان حاجة جميلة جدا داخل النادي الأهلي، من أفضل اللعيبة المحترفين اللي مروا على النادي الأهلي يمكن آخر 20-30 سنة. وقلنا الكلام ده عشان تعرف المعلومات بتاعتنا بفضل الله صادقة. قلنا لك علي معلول مش هيكون موجود في النادي الأهلي في نهاية هذا الموسم. ليه؟ هو الأهلي متكتف بموضوع الأجانب وعلي معلول، وهي دي سنة الحياة زي ما شوبير قال. فالأهلي عرض عليه، طبعا الأهلي مفتوح له في كأس العالم أي عدد أجانب مفيش مشكلة، والأهلي عرض على علي معلول الكلام ده، قال له تعالى معانا كأس العالم للأندية وبعد كأس العالم تمشي. هو فضل الرحيل، وانا قلت لك قبل كده الكوره كانت في ملعبه، ملعب علي معلول. ف كأهلاوي وجه رسالة لعلي معلول الزغلول ملك الحلول مستر اسيست، وجه له رسالة بعد بيان رحيله عن النادي الأهلي بعد رحلة طويلة من الإنجازات والبطولات داخل جدران القلعة الحمراء. وجه له رسالة: يحيى عطية الله والآخر بعد كأس العالم للأندية مش موجود في النادي الأهلي. يحيى عطية الله، الأهلي لن يفعل في بند الشراء من سوتشي الروسي. وقلنا الكلام ده والأيام بتثبت إن معلوماتنا صادقة. طبعا في لاعيبة تانية مشيت زي رامي ربيعة، أكرم توفيق، حمزة علاء، وادي علي معلول ويحيى عطية الله بعد كأس العالم، في كريم نيدفيد، في خالد عبد الفتاح، في لسه راحلين من النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه لملف الراحلين عن النادي الاهلي. طيب الراجل النهارده ريبيرو او ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي هيقاد ميران اول تمرينه ليه مع النادي الاهلي النهارده استعدادا بقى للسفر لكأس العالم للأندية. الاهلي هيكون عنده لقاء امام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو القادم في امريكا، ماتش ودي واحتكاك قوي طبعا قبل ماتش او المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية. هنا بنتكلم على مباراة الاهلي وانتر ميامي يوم 15 يونيو، المباراة الافتتاحية لبطولة المونديال كأس العالم للأندية هيكون الأهلي وإنتر ميامي. زيزو زي ما قلنا إعلان صفقته هتكون يوم إيه؟ يوم العيد. يوم العيد يا باشا هتلاقي صفقة إعلان تقديم زيزو لاعبا في النادي الأهلي. صفقة مدوية أنا بعتبرها، بل صفقة قرن بجد، وضربة القرن بجد، وضربة معلم بجد من النادي الأهلي. زيزو لعيب تقيل. في كلام مثار ان زيزو هيخرج من النادي الأهلي بعد بطولة كأس العالم للأندية. هذا الكلام مجرد أنباء لا حقيقي ولا إشاعات. واحد يقول لي يعني ليه لا حقيقي ولا إشاعات؟ يعني ايه؟ كلام مش مؤكد. هل الأهلي واخد زيزو بهذا الرقم بهذا المبلغ الهلامي علشان يبيعه بعد كأس العالم للأندية؟ جاب رقم كويس فالأهلي بيستثمر، فهنشوف الأيام هتثبت.
هل زيزو هيمشي؟ لكن لا اتوقع، لان زيزو هيبقى اضافه قويه لخط هجوم النادي الاهلي، مع بن شرقي، مع امام عاشور، مع الشحات، مع طاهر محمد طاهر، مع تريزيجيه، وسام ابو علي، جراديشار. لا انت بتتكلم في لعيبه ضرب نار، يعني ضرب نار ضرب نار. طيب الكلام كمان على ابراهيم عادل، وقالها امبارح امام عاشور في الجزء الثاني ليه من الحلقه مع ابراهيم فايق، لما سالوا على ابراهيم عادل قال يا ده لو يجي الاهلي تبقى كملت. قال له يعني ابراهيم عادل؟ قال له لعيب كبير، لعيب تقيل، هيصنع الفارق، طبعا هيصنع الفارق مع النادي الاهلي ابراهيم عادل. هل يعملها الاهلي بابراهيم عادل قبل كاس العالم للانديه ويخلص ابراهيم عادل؟ تبقى ضربة معلم. لا ابراهيم عادل يا جماعه قماشه تانية خالص، قماشه تانية ابراهيم عادل، فهتبقى صفقه الموسم. يعني هنا بقى الكلام على سيف زاهر، على مهيب عبد الهادي، على مدحت شلبي، على ابراهيم فايق. الاعلاميين الرياضيين بيتكلموا ان الاهلي لسه فيه هدايا، لان فتح القيد هيكون من بكره للاهلي، قيد استثنائي، فتح قيد استثنائي للاهلي من بكره 1 يونيو حتى 10 يونيو عشان كاس العالم للانديه. فالاهلي قدامه 10 ايام يأيد يا باشا، يأيد صفقاته عشان كاس العالم. اتحاد الكرة اعلن في بيان رسمي حتى النهارده منذ قليل يعني ان القيد هيتفتح للاهلي استثنائي من بكره لحد يوم 10. فهل يكون ابراهيم عادل جوهرة بيراميدز ونجم الدوري المصري ونجم منتخب مصر وفجأة الاهلي في كاس العالم؟ هنشوف الايام هتثبت. طيب بالنسبة طبعا بيراميدز يا جماعة هيلعب بكرة بمناسبة ابراهيم عادل، بيراميدز وصن داونز بكرة على استاد الدفاع الجوي. توقعاتك قولها، فوز بيراميدز بدوري الابطال ولا فوز صن داونز بدوري الابطال؟ قول توقعك. طبعا بعد ساعات قليلة هيلتقي الزمالك وفاركو في نهاية الدوري، اخر ماتش للدوري النهارده الزمالك وفاركو. توقعاتك ايضا، هو ماتش ملوش لازمة يعني، بس قول توقعك، فوز الزمالك ولا فوز فاركو ولا تعادل فريقين؟ قول توقعك. هو الزمالك كده كده ضمن تقريبا المركز الثالث، يعني المركز الثالث. لكن بيراميدز، وهل يفعلها بيراميدز بالبطولة الأكبر دوري الأبطال، تكون أول بطولة في تاريخه، بطولة كبيرة طبعا، ولا صن داونز يفعلها كما فعلها أمام الزمالك في 2016؟ مع صن داونز اتقابل مع الزمالك في نهائي دوري الأبطال في 2016، كسب البطولة على حساب الزمالك. هل يفعلها مرة تانية أمام بيراميدز ولا بيراميدز اللي ياخدها؟ قول توقعك لهذا اللقاء. فده الكلام على ابراهيم عادل. طيب الكلام لسه على ثنائي الزمالك، وريبيرو او ريفيرو سميه زي ما تسميه، يعني الاسباني مدرب الاهلي الجديد مصمم على باك ليفت وقلب دفاع الزمالك حسام عبد المجيد، والاثنين صفقتين تقال، سواء ده او ده، سواء ده او ده. فهنشوف يا ترى الاهلي يفعلها ويخلص ثنائي الزمالك قبل كاس العالم للانديه ولا لا؟ قول توقع، قول رايك في حال انضمام حسام عبد المجيد و حسام عبد المجيد والتاني فتوح. في كلام على فتوح قوي جدا، وبالتحديد حسام، هم مركزين مع حسام عبد المجيد. فالاهلي انا قلتها لك قبل كده،
هو ده شعار الاهلي دايما، لما بيحط دماغه في لاعب بياخده. بعد شهر، بعد 2، بعد سنة، طالما حط دماغه في لاعب الاهلي هيخلصه. خدها قاعدة كده، خدها قاعدة. فهنشوف يا ترى يا هل ترى. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.